أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابق محمد علي عمروف من الفرع الثاني برواية حفص عن عاصم من فيرغستان. السؤال الأول: اقرأ من قول الله تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم
ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق. حسب. السؤال الثاني من قول الله تعالى: ومن آبائهم وذرياتهم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق
الحق وكنتم عن آياته تستكبرون السؤال الثالث: اقرأ من قول الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء السؤال الرابع: اقرأ من قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم
يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون السؤال الخامس: اقرأ من قول الله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم
بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. انتهت أسئلة الحفظ. والآن إلى أسئلة التفسير. السؤال الأول: ما معنى وفومها في قوله من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها؟ وفومها أي الحنطة أو الثوم. السؤال الثاني في قوله سبحانه كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم. ما معنى صر؟ صر أي برد شديد أو سموم. السؤال الثالث في قوله سبحانه قال اخرج منها مذءوما مدحورا. ما معنى مدحورا؟ مدحورا أي مطردا مبعدا من رحمة الله.
السؤال الرابع: ما معنى ولأوضعوا خلالكم؟ ولا أوضع خلالكم أي لأسرع بينكم بالنمائم لإفساد ذات البين. السؤال الخامس: في قوله سبحانه: وكان أمره فرطا، ما معنى فرطا؟ وكان أمره فرطا أي إسرافا أو تضييعا وهلاكا. السؤال السادس: في قوله سبحانه: الذين يتسللون منكم لواذا، ما معنى لواذا؟ أي يستتر بعضهم ببعض في الخروج. السؤال السابع: ما معنى وأصحاب الرس؟ أصحاب الرس أي البئر رصوا نبيهم فيها فأهلكوا. السؤال الثامن: في قوله سبحانه: ما لها من فواق، ما معناه؟ ما لها من فواق، ما لها توقف قدر فواق ناقة وهو ما بين حلبتيها. السؤال التاسع: في قوله سبحانه: كزرع أخرج شطأه، ما معنى شطأه؟ فراخه المتفرعة في جوانبه. السؤال الأخير: في قوله سبحانه: والعاديات ضبحا، ما معنى ضبحا؟ الضبح أي هو صوت أنفاسها إذا عدت. انتهت الأسئلة. في الفرع الثاني من نصيب عبد الرحمن بديع مطهر عبد الله من مملكة البحرين، والجائزة 210,000 ريال. المركز الثاني في الفرع الثاني من نصيب خالد بن سليمان بن صالح البركاتي من المملكة العربية السعودية، والجائزة 230,000 ريال.
وحقق المركز الأول في الفرع الثاني محمد علي عمروف من جمهورية قرغيزيا، والجائزة 250,000 ريال. وإلى الفرع الأول، فقد حقق المركز الثالث فيه محمد إبراهيم عبد السلام إدريس من المملكة